السلام عليكم. كلنا واحد النهار تجرحنا، ولكن واش كنعرفوا شنو نديروا قدام اي جرحه كانت صغيره ولا كبيره؟ الا كانت جرحه صغيره ولا سطحيه، احسن حاجه نديروها هي اننا نطهروها بشي معقم ونغطيوها باش ما تعفنش. واذا كانت جرحه توسخات بالتراب او بشي ماده كيميائيه، اول حاجه نديروها هي اننا نغسلوها بالماء ونغطيوها حتى نشوفوا الطبيب. واذا كانت الجرحه كتسيل بالدم، خاصنا لابد نبركوا عليها بشي فاصمه ديال الفارماسيان باش نوقفوا داك الدم حتى نشوفوا الطبيب في اقرب وقت ممكن. واذا كان داك الجرح متخيا فيه شي اله حاده بحال الموس، الزاج او خشبه، عندكم ما تحيدوها، خاصكم تمشيو للمستعجلات القريبه لكم باش يحيدوها لكم بطريقه سليمه. واذا الله يحفظ داك الجرح ادى البتر ديال شي عضو بحال الصبع او اليد، خاصكم لابد تحطوه في الثلج وتجيو بالزرب على المستعجلات ديالكم في اقل من 6 السوايع. وحاجه اخرى، خاصنا لابد نتجنبوا دوك العادات السيئه اللي كتقول لك حط على الجرحه التراب، القهوه او التحميره، لان داكشي كيؤدي للتعفن ديالها. المهم من هادشي كله انه الا طلعت عليكم السخانه ولا ولات حمراء ديك الجرحه ولا بقات كضرنا، خاصنا لابد نمشيو بالزربه للمستعجلات القريبه لينا. وفي الاخر بلا ما نوصيكم، سال الطبيب قبل المجرب. كان معكم الدكتور سي محمد زهري جابرين. نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.